جهرا دعوتك يا كريم وخفية رفقا بعبد تائب يتألم. أعلم بأني مذنب لكنك مني بذنبي يا إلهي أعلم. مني بذنبي يا إلهي أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الجزء اللي باقي. طبعا فاضل لنا حاجتين: تنسيق الصورة وزر الأمر اللي هنحطه. دلوقتي هنعمل ايه في الصورة؟ هنيجي عند الصورة ندوس عليها كليك، هنلاقي فورمات. طبعا بيتبادر لذهني كتير جدا ان فورمات اللي هي بمعنى ديليت، ان احنا بمسح خالص، يقولك انا هفرمت. زي مثلا لما يجي يسطب بينزل نسخة ولا حاجة يقولك انا فرمت السي. فورمات يعني تنسيق، مش معناها ديليت. هنيجي هنا اول ما نخش عند فورمات هنروح جايين عندي الاين اللي هي بمعنى محاذاة. خلاص، هنا هوت هنروح نازلين عند سناب تو جريد اللي هي إيه ما يعني انطباق، يعني ايه مطابقة للشبكة. خلاص، اقول له ماشي. نيجي نجربها تاني، انطباق للشبكة. هنروح نظبط بقى الصورة كده مع الخلية نفسها، نخليها بمحاذاتها كده. بص، هاجي بقى اشد شمال يمين، خلاص بقى مش هتيجي معايا. معنى كده ان هي ايه؟ اتظبطت. هروح دايس كليك يمين، هاجي اختار ايه؟ عفوا. عندي السايز، عندي بروبرتيز، عندي الحجم والخصائص. هنروح داخلين حجم الخصائص، اختار ايه؟ بروبرتيز، اختار الخصائص. هنا عندك موف اند سايز والسيل. هنعمل ايه؟ اللي هي نقل الخلايا وتغيير حجمها. هنقول له اوكي، ناخدها خلاص كده كلوز. طيب هنشوفها اشتغلت معانا، ايه رأيكم؟ خلاص. طبعا هنطبق على كل ده. طب احنا عايزين هنا نشتغل نفس الشغلانة، هنيجي تاني نقول لها ادي، كليك عليها، نروح عند الفورمات، يلا الالاين. احنا كده ايه؟ حفظنا. هي هنا كده هي شغالة على فكرة، خلاص اهي طالما على المربع. طب يلا بقى نظبط. نيجي هنا، بس ساعات بتعاند شوية كده لغاية ما نلاقيها مش جايبة معانا شمال ولا يمين. خلاص خلاص كده ماشي. نديها برضو كليك يمين، خش على الخصائص، شكرا. نجرب، بسم الله. خلاص. طبعا هنلاقي هنا اما نيجي مثلا لو كتبنا حاجة تاني، هي دي بس اللي ايه هتبقى شكلها منسق ومظبوطة معايا. يعني نكتب مثلا مخدة. خلاص، لو ظبطنا المخدة هتطلع زي ايه؟ زي اللي قبليها. هنكتب مثلا مرتبة. ايه اللي انا بعمله؟ مش فاهم. هنا اهو، شفتوا بقى الصورة هنا جت متظبطة ازاي؟ هنظبط طبعا بقية الصور ديت خلاص في المرحلة الجاية. طيب عندنا دلوقتي حاجة تاني اللي هي ايه؟ الزر بقى اللي احنا هنعمله هنا اهوت. خلاص، طبعا احنا الكلام دوت انا يعني مبين الخلايا ازاي قسمتها عشان نبقى عارفين هنشتغل ازاي. طيب الصنف هنا ليه عملنا كذا خلية جنبه؟ هقولك ازاي. هنيجي هنعمل
نفس اللي عملنا هنا اهو. احنا هنقول هنا دوت بقى الخلية B بتساوي الخلية C. خلاص. طيب احنا عملنا كده ليه؟ ما هو انا عايز اعمل فلوك اب تاني عشان هستخدمه. طيب نشوف ازاي. كده انا عندي العمود ده نفس اللي في العمود ده. خلاص. هاجي هنا اهو، هروح عامل الشغل زي اللي فوق ده بقى. خلاص. انا اختصارا بدل ما نعمل كل ده نعمله هنا تاني، باختصارا للوقت بنعمله هنا، ونظبط الخلايا بتاعتنا كده. خلاص. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا هنعمل فلوك، نفس الفلوك. هنقول نراجع مع بعض تاني، تساوي VLOOKUP. خلاص. المرة دي بقى هقول له عايز K 5. ماشي. هناخد خلية ايه؟ K5. K5. طب هنعمل بيها ايه K5 زي ما احنا بقى خلاص عرفنا ازاي الفلوكاب، مش هناخد وقت، ايه هنعملها بسرعة. بس هاخد المرة دي ايه؟ الرو بتاعي التيبل اري، هناخده من هنا هو بقى. اوكي. هنثبته برضو، ناخد خطوتين برضو، ادي واحد ادي التاني خطوتين. طب عايز التطابق ايه؟ احنا عارفين بقى. تمام. يلا نقفل القوس بتاعنا. طب بالمرة نعمل الايرور، هو مش هتبان بس ادينا برضو ايه نعملها عشان التكرار برضو ايه فايدة. هنقول له if error if error. طب عايز ايه من الايرور بتاعنا؟ قلنا له خلاص بقى ادينا فراغ. يلا فراغ. احنا بقينا خلاص كده ايه محترفين فلوج. طيب هنا هيشوف لي ايه؟ هنعمل ايه؟ هكتب هنا هوت واحد، هيروح جايب لي مرتبة. طب لو كتبت له 2 هيجيب لي مخدة. ماشي. طب الكلام ده حلو اوي. هنشغل. احنا عملنا الكلام ده ليه بقى؟ عشان نروح جايين على المرحلة التانية بقى، خش على الديفلوبر. خلاص. هنيجي هنا هنروح واخدين ايه زي ما احنا اتكلمنا قبل كده الفورم كنترول، وعندنا الاكتيف اكس كنترول. هناخد من الفورم كنترول الزر دوت. خلاص. ننسق شوية كده، ان انا بس ايه يعني هو اتبسط كده. خلاص. دوت هنخش على البروبرتيز بتاعه، نخش على الخصائص. هنقول له عايز ايه؟ هقول له اديني خطوة واحدة. خلاص. عندنا هنا هو 30,000 شيل. احنا عندنا اللي احنا بنشتغل عليه 5، ممكن يكون عندك 10 20,000 زي ما قلنا، براحتك على حسب احتياجك انت. ادي هنقول له 5 خطوات، هيمشي خطوة خطوة، وممكن اخليه 2 حسب ما انا عايز. خلاص. طب تعالى لي هنا بقى. هنا بيقول لك السيل لينك، انت هتشتغل الكلام ده فين؟ اقول له ماشي، هاتلي الكي 5. الكي 5 نقول له اوكي. شايفين؟ ادي كده ايه طلع لي 5 4 3 2 1. واحد يدينا المرتبة، ادي اول صف. هات لنا تاني صف، ادي تاني صف مخد. طب هات لنا تالت صف، تالت صف ادينا شوفنا الخدادية. خلاص. طيب الكلام ده فادنا في ايه؟ طب ما هو برضو الكلام ده متغيرش. اقول له لا استنى عليا بقى، هنعمل حركة حيلة كده. طبعا في حاجات ممكن تكون معادلات واسهل من كده، انما انا احب افكر. انا عايز اوصل لحاجة ومش عارف حاليا المعادلة بتاعتها تيجي ازاي ولا الفكرة بتاعتها. افكر واوصل للي انا عايزه، وامشي زي ما بيقول ايه امشي حالي لغاية ما يجيلي فكرة اجدد واحسن واوفر في الوقت. طيب ها خلاصة الكلام. هنقول له حلو قوي، مش دي فوق معادلة؟ دي مفيهاش معادلة. طب ما احنا نقف هنا اهوت ونقول الام 5 بتساوي الكي 5. شكرا. حلو قوي. بص بقى هيحصل ايه بقى. ها كله اتغير اهو. كله اتغير. طيب
احنا عملنا الشغل دوت. طب وبعدين؟ طب احنا عايزين شكله يبقى حلو جميل اه. هناخد ده نهيده، نعمل له هايت كده، ونيجي تاني. بس بقى شغل النصب بقى. خلاص، ادي اهو. محدش يعرف انت عملت ايه، اشتغلت ازاي، فكرتك معاك. خلاص. مش مظبوطة يعني. منظر النهائي خلاص اللي احنا وصلنا له. هتقدر طبعا زي ما قلنا بقى خصائصك بقى اللي انت عايز تعملها. عايز تعمل هنا اهوت مثلا، هتدوس كنترول ايه، تختار بقى البوردر اللي انت عايزه. انا عامة انا بحبذ الخطين دول، بيبقوا بالنسبة لي يعني بميز شغلي كله بيهم. انا بحب الخطين، اللي يشوفوا خطين يعرفوا اه الشيخ احمد هو اللي عمل كده. خلاص مثلا حاجة زي كده لغاية ما نوصل لشكلنا اللي احنا اشتغلنا بيه. اه هنا زي ما احنا شايفين كله استرتشات اهي معانا. عايز اغير، عايز اشتغل هنا زي ما انا عايز، اكتب بسرعة عادي. وكده يبقى اظن استفدنا بكذا حاجة مع بعض، معلومة بدالة بفكرة جديدة. ويا رب اكون افدتكم. وان شاء الله زي ما قلت قبل كده ربنا يجازي كل واحد يوصل معلومة خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهرا دعوتك يا كريم، وخفية رفقا بعبد تائب يتألم